كاتبه لكم كل الحاجات اللي ممكن نعملها في الصيف. انا عليا حواليت. السلام عليكم، ويلكم تو انظر بلهجه جديده. انا بقالي كتير قوي صورت لكم فيديو اللي نازل دوت اللي هو بتاع العشر من ذو الحجه. لو ما شفتوش روحوا شوفوه لانه مهم جدا جدا جدا. طبعا انا كنت بقول عينيا حوالي بسبب الرينج لايت صراحه، يعني تعب لعيني. عشان كده تقديرا لتعبي انزلوا حطوا لي لايك وفولو الاكونت. الفيديو المنتظر ازاي نستغل الاجازه صح. طبعا الاجازه معموله عشان الراحه، النوم وكل الحاجات دي، بس هل احنا هنقعد طول الاجازه راحه ونوم وفسح وخروجات؟ اكيد لا، هنزهق، حتى التليفون بنزهق منه. عشان كده جمعت لكم شويه حاجات كده هو هنعملها ان شاء الله في الاجازه عشان تبقى اجازه بيرفكت. اصبروا عندهم 15 حاجه هتعمليها في الاجازه عشان تبقى اجازه بيرفكت، او تعملها يعني ما تدققوش بنت اولا. خلي بالكم ان اخر حاجه هقولها في الفيديو ده وهي اهم حاجه والحاجه اللي بالذات لازم تتعمل اصلا. ويلا نبدا من غير كلام كتير. اول حاجه وهي صله الرحم. ازاي؟ صلة الرحم من الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها جدا. يعني ممكن تروحي تزوري عمتك، خالتك، أي حد من قرايبك، أو لو ما فيش استطاعة إن أنت تروحي تزوريهم فبالتليفون، بالواتساب، أي حاجة. مهم يعني تحطي مثلا حتى كام واحد كده في اليوم تكلميهم، وإن شاء الله أنا هعمل الحركة دي معاكم بالذات في العشر دول، يعني أجرهم مضاعف. تاني حاجة مارسي هوايتك اللي بتحبيها. إذا كان رسم يا جماعة الرسم ما ينفعش نرسم ذوات الأرواح، يعني ما ينفعش أرسم ترسمني أنا كنور مثلا. أي حاجة فيها روح، في علماء كتير قوي فسروا إن ربنا سبحانه وتعالى هيجي يوم القيامة يقول لك انفخ فيها روح، وطبعا إحنا مش هنقدر. فعشان كده ممكن تتجهوا أكتر لرسم المناظر الطبيعية. أنا كنت بحب أرسم قوي ذوات الأرواح بس بطلت لأن أنا ما بعرفش أرسم غيرهم أصلا صراحة. أو حتى سباحة، رياضة بتحبيها، أي حاجة ممكن تكوني بتحبيها على حسب هوايتك أنت اعمليها. تالت حاجة وهي جربي تعيشي يوم كامل أو تعيش عادي يعني من غير موبايل او تلفزيون او كل الحاجات دي. ممكن تقعدي على التلفزيون مع اهلك بس ما حاولي ان انت تبعدي التليفون لمده يوم كامل، ما تستخدموش نهائي. صدقوني هتحسوا بفرق. انا لما ماما بتسحب مني التليفون بس هي حاجه منعشه، حاجه كده جامده قوي. 4 هي اتعلمي الطبخ. عارفه الاجازه دي تستغليها ان انت تدخلي المطبخ، لان انا عارفه ان في بنات ما بتعرفش اي حاجه في المطبخ حرفيا، ما بتعرفش تمسك كوبايه تغسلها، ودي مصيبه يا اختي. وحتى لو ولد بيسمعني مش عيب خالص ان انت تتعلم حاجات المطبخ، لان انت ممكن في يوم من الايام تروح جامعه او مدرسه يكون فيها سكن وتحتاج ان انت تعتمد على نفسك في الحاجات دي. عشان كده من الاحسن ان انت تتعلمي الطبخ، تتعلمي حتى اكلات بسيطه تقدري تعمليها. لو مامتك مثلا في مشوار او حاجه تقدري ان انت تعمليها عشان لما ترجع تلاقي غدا، وصدقيني هتحسي بالفخر كده اول ما تلاقي ان انت بتعرفي تطبخي. 5 حاجه اقرأي. أول آية نزلت في القرآن الكريم وهي اقرأ. سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم وبالاطلاع، عشان كده حاولي تقرأي. في كتب كتير قوي حلوة، ومنها كتاب اللي هو 7 عادات للمراهقين، ده أنا لسه هقرأه، يعني هو الكتاب اللي في نيتي الجاية إن شاء الله. بس في ناس كتير قوي بتقول إن هو كتاب حلو جدا، ومن الكتب اللي أنا قرأتها وعجبتني جدا لتنمية الذات، وهي المميز بالأصفر، خطير بجد. الكتب دي ممكن تلاقيها على النت، في ناس بتبقى ملخصاها لو انت مالكيش خلق للقراءة قوي، بتبقى ملخصاها في فيديوهات على اليوتيوب، ممكن تشتريها من مكتبة او حتى هتلاقيها على جوجل بلاي على تطبيقات، وفي مكاتب كامله بيبقى عليها يعني كتابات كتير قوي زي مكتبه الكون تقريبا، مش عارفه اسمها مكتبه الكون او مكتبه النور حاجه كده يعني. المكتبه دي عليها كتب كتير من كل الانواع اللي ممكن تتخيليها. 6 وهي اتعلمي علوم شرعيه. يعني ايه علوم شرعيه؟ علوم شرعيه اللي هي عباره عن فقه، تفسير، عقيده، احاديث. في اكاديميات كتير قوي بتعلم كده، ومن الاكاديميات اللي انا داخله فيها صراحه وهي اكاديميه هدايه. أكاديمية هداية الدولية للناشئين، ممكن تبحثوا عنها على الفيسبوك. كل فترة بياخدوا دفعة جديدة علوم شرعية أو قرآن، بيعملوا الاثنين. فأنتوا بتدخلوا على الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك وتنتظروا، لأن في أي وقت ممكن ينزلوا بوست إن هم هياخدوا دفعة جديدة. فبجد حتى لما لقيتيش أكاديميات زي كده من على اليوتيوب عادي جدا، بحسي في شيوخ كتير جدا، ولو أنت مش من محبين الشيوخ بقى والناس دي، في ناس عادية جدا بينزلوا حاجات كتير قوي عن العلوم الشرعية. 7 حاجة وهي اكتبي قائمة مهام. من احسن الحاجات اللي ممكن تعمليها اول ما تصحي من النوم وهي ان انت تكتبي قائمة مهام باللي انت عايزة تعمليه في يومك. قد ما بعمل القائمة دي بحس بفرق كبير قوي في يومي. ساعات مش بعمل كل الحاجات، وساعات بنسى حاجات كتير قوي، بعمل حاجات ازيد من القائمة اصلا، بس لما بعملها بحس ان انا منظمة اكتر ويومي ماشي باللي انا عايزاه اكتر. 8 حاجة وهي خدي كورس انجلش. لو عندك الاستطاعة ان انت تاخدي كورس انجلش بره، يعني ان انت تروحي مكان وتاخدي كورس انجلش، وده صراحة بيبقى مكلف جدا، ده فعادي روحي. ما عندكيش الاستطاعة زي حالاتي كده عادي. في ناس كتير قوي وتطبيقات كتير، في تطبيقات بتبقى بفلوس بس فلوس رمزيه، وفي تطبيقات بتبقى ببلاش. اما بقى لو عايزه تعملي زي حالتي فحملي تطبيق زي امريكان انجلش. يا جماعه التطبيق ده احسن تطبيق حرفيا تتعلمي منه انجليزي. بيقدمه مستر ابراهيم عادل، بجد خطير، بعشق الكورس دوت، طور مستواي في الانجليزي جدا. من احسن الكورسات اللي ايا كان سمعتي حد بيتكلم عن كورس انجليش هينصحك بيها، من على اليوتيوب مجاني 100%. البرنامج ده مجاني، في منه على اليوتيوب، لو انت مش قادره تحملي البرنامج بينزل نفس الفيديوهات على اليوتيوب
بس الفرق ان البرنامج بيبقى مرتب لك الدروس، ما بتفتحيش درس غير لما تعدي الدرس الاول، في اختبارات بعد كل درس، حاجه بيرفكت قوي يعني. ممكن تسمعي عليه الكورس. تاسع حاجه لازم تعمليها قبل ما الاجازه تخلص، ممكن لو مش حابه تعمليها في نص الاجازه كده، تعمليها قبل الدراسه بحاجه بسيطه، وهي انك تاسسي نفسك في المواد الصعبه زي ما قلت لك كده، او زي ما قلت لكم. بصوا يا جماعه، ما تدقوش في حته بنت او ولد، اوكي؟ زي النحو، الانجليزي، اللغه الثانيه، لو بتدرسوا لغه تانية يعني. فالنحو دوت عقده الناس كلها تقريبا، الا القليل المقلل واللي بيقدر يتعامل مع النحو. وطبعا لو عايزين حد بيشرح نحو بيرفكتو، انا متابعاه صراحه، وهو غير المنهج عامة. مستر محمد صلاح، اللي هي قناة بسطها لك، من أحسن القنوات اللي ممكن تتابعوها في حياتكم. عامل فيها كورسات كمان، في كورس قديم شوية واسمه كوكب النحو، ده أنا سمعته كده، أنا كنت ملخصاه. وفي كورس جديد كان لسه عامله تقريبا السنة دي يعني، دفعة، كان عامله لدفعة 24 بتاع ثالثة ثانوي. هو المفروض إن هو بيراجع لك من أول، حرفيا من أول فعل واسم وحرف يعني قبليها كمان، لغاية ما تبقي مؤهلة إن أنت تدخلي ثانوي عام أصلا. الكورس ده لامم لك كل حاجه ممكن تتعلق بالنحو كله، هيسهل عليك حاجات كتير قوي بجد. وبالنسبه لدروس المنهج فانا بسمع له برده، وفي مدرس تاني وهو معلم اونلاين برده بيشرح، كنت متابعاه في اولى وثانيه اعدادي، بجد كان بيلم لي النحو بطريقه بسيطه وحلوه جدا، ويعني هو اللي انقذني في النحو بتاع اولى اعدادي، اصلا كنت ضايعه خالص في النحو. عاشر حاجه وهي اخرجوا يا جماعه. بالنسبه لحته الخروج، فمش كل الناس هيبقى عندهم القدره ان هم يخرجوا اكتر من مره في الاجازه، ممكن مره تخرجوا مع اصحابكم او مع اهلكم او كل الحاجات دي. انا كنور حتى الان ما خرجتش، غير هي يوم الامتحان اتمشينا كده في شارع المزرعه، انا مدرستي هناك، فاتمشينا شويه وبس كده كفايه. بس لو انتوا في استطاعتكم ماديا ومعنويا يعني ان انتوا تخرجوا، فاخرجوا عادي. 11 مارسي الرياضه. لو في مقدرتكم ان انتوا تروحوا جيم بنت او ولد، في جيم برضه بنات بس عشان البنات اللي بتقول كده، في جيمات بيبقى بنات بس، وفي جيمات بيبقى نص نص، بس في قاعه للبنات وقاعه للاولاد. فبجد الجيم يعني هيغير حاجات كتير قوي من حياتكم يعني. انا مجربتوش بس نفسي اجربه يعني. لو مش بقدرتك ان انت تروحي جيم زي حالاتي، فمارسي الرياضة عادي. ممكن تروحي نوادي. انا زمان كنت بروح نادي كونغ فو، بس طبعا مع الحجاب وكده كان النادي مختلط فبطلت. بس ممكن تشوفي كمان ناس بتدرب على اليوتيوب، تعملي تمرينات زي ما بيقولوا، كل حاجة هتبقى تمام. والحاجة ال 12 دي بجد من اهم الحاجات، وهي حبي نفسك وطوريها، او حب نفسك وطورها عادي. بجد من اهم الحاجات ان احنا نحب نفسنا وشخصيتنا، مهما كان شكلنا، لوننا، بشرتنا مليانه حبوب ما فيهاش حبوب، ايا كان. اي حاجه، لو حد بتنمر عليكي حبي نفسك، ثقي فيها. ما تبصيش على حد ان هو احلى منك، انت احلى من اي حد في الدنيا. بجد لو الانسان فعلا واثق في نفسه وفي قد ايه هو حلو، مش هيهمه حاجه. انا لما بقعد اتفرج على فيديوهاتي ساعات بقول يا لهوي، ايه القمر ده، ايه العسل ده، ايه السكر ده، ودي مش نرجسيه على فكره، دي ثقه في النفس. بقول ايه القرف ده، ايه اللي انت عاملاه ده يا بنتي. فعامة حاولي تحبي نفسك وتطوريها في كل حاجة، تطوريها دنيويا ودينيا يعني، ما تخليكيش متطورة دنيويا وتنسي دينك خالص، لا. حاولي انت تطوري نفسك في الدين، لان طول ما انت قريبه من ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك في كل حاجة في حياتك ان شاء الله. ايه الحاجة ال 13 وهي اهتمي بشعرك وبشرتك. ده بنت او ولد على فكرة عادي، دايما ان الولد يهتم بشعره ولا ببشرته حتى. اهتمي بشعرك، اغسليه كل يومين او 3 مرات على الاقل في الاسبوع مثلا، 3 مرات او كل يومين يعني بالشامبو، تيلو زيوت وكريمات وحاجات، بس ما تقفريش عشان ما يبصش منك. حاولي ان انت ما تستعمليش المكوى والكرياتين والبروتين والحاجات لانها بتدمر الشعر. 14 وهي اعملي حاجه جديده، جربي تعملي حاجه ما عملتيهاش قبل كده. لو ده متاح جربي تفتحي كاميرا زي كده وتعملي محتوى هادف يكسبك حسنات يوم القيامه، محتوى يشهد لك يوم القيامه ان انت عملتي حاجه فدتي بيها الناس، مش مجرد ان انت طالعه بترقصي ولا بتعملي زي البلوجرز والحاجات دي كلها. اعملي محتوى فعلا اما حد يشوفه يقول ايه الجمال ده، حاجه ما حد يحط لك لايك انت تاخدي ثواب وهو ياخد ثواب، لان انت فدتي الناس فعلا بمعلومه جديده. وطبعا لازم يكون زيك شرعي، مش بتبيني ولا شعرك ولا رقبتك، ده اهم الشروط ان انت تدخلي على السوشيال ميديا بالذات كبنت. لا مش متاح كده، اعملي حاجه جديده تانية، العبي رياضه جديده، اعملي حاجه كان نفسك تعمليها وما عملتهاش، وتكون طبعا في ضوابط الحاجات الشرعيه. والحاجه ال 15 ودي اهم حاجه ممكن تعمليها في حياتك، وهي عليكي بحفظ القران. ايوه زي ما بقول كده، دي اهم فرصه. دايما كلنا بنبقى عايزين نحفظ قران ونقول في الاجازه او في اما يبقى لي وقت، ومن ومن اكتر حاجات الغلط ان انت تقولي لما اكبر، ودي مصيبه، لان كل ما الانسان بيكبر كل ما شغله بتكتر، كل ما ذاكرته بتعمل يعني. في مثل بيقولك مش عارفه ايه، التعليم في الصغر او الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. عارفين ده بيبقى اسهل بكتير بجد ان انت تحفظوا القران في سن صغير. وحاولوا لما تيجوا تحفظوا القران تحفظوا بالتجويد، في ناس كتير قوي بتشرح تجويد على اليوتيوب. لو مش متاح ان انتوا تروحوا مسجد، بس يكون ناس متخصصه يا جماعه، لان انا بجد رحت كتاب كتير قوي وانا صغيره، وكان كله عباره بسم الله الرحمن الرحيم،
يعني بجد طريقه وحشه قوي في التحفيظ، متعلقه بس ان انت بتكري ورا الشيخ وخلاص. لا، حاولوا تشتركوا في اكاديميات، في اكاديميات كتير قوي زي اقرا وارتقي واكاديميه هدايه اللي قلت لكم عليها فيها قسم قران، حد يكون بيحفظ فعلا بالتجويد الصحيح. اسمعوا الشيوخ زي الشيخ الحصري. انا بجد بحب قوي الشيخ ماهر المعقلي مجود، ولازم تاخدي بالك جدا من كلمه مجود، لانه ليه قراءه حدر وقراءه مجوده. القراءه الحدر دي مش هتشوفي ولا حكم من الاحكام اصلا، لكن القراءه المجوده بيقرا بتأني جدا، بيحاول ان هو يجيب كل الاحكام، فدي هتبقى قراءه حلوه قوي ان انت تتعلمي عليها. بس كده انا حاسه ان انا طولت قوي، ويا رب تكونوا اصلا مكملين معايا للاخر. ولو في حد مكمل معايا للاخر يقول لي في الكومنتس دلوقتي، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. وتقديرا لتعبي لان انا تعبانه وبصور لكم صايمه، فانزلوا حطوا لي لايك وفولو للاكونت. بس يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. سلام.